النهاردة هنتكلم في حدث فلكي مهم جدا. نبتون هيدخل برج الحمل في 26 يناير وهيستقر فيه لمدة 13 سنة، يعني لحد 2039. إزاي هيأثر على برج السرطان أو اللي طالعة سرطان؟ لو حاسس إن في غلوشة في حياتك المهنية أو إنك بتبذل مجهود وجبل ما شافش حاجة، أو حتى حاسس إن الناس بدأت تشوفك بصورة مش بتاعتك، في الفيديو ده معمول مخصوص يفسر لك إيه اللي بيحصل. إحنا النهاردة هنغوص في أعماق تأثير كوكب نبتون لما يقرر يسكن في البيت العاشر عندك، البيت اللي بنسميه قمة الخريطة الفلكية، بيت الشغل والسمعة والمكانة الاجتماعية. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدني في الاستمرار. ويلا بينا. عارفين يا جماعة، البيت العاشر ده مش مجرد خانة في الخريطة، ده الواجهة بتاعتك، ده المسرح اللي انت واقف عليه والعالم كله قاعد في الصالة بيتفرج عليكي. هو المكان اللي بيحدد صورتك وهبتك وكلمتك المسموعة وسط الناس. لما بيدخل نبتون البيت ده، الموضوع بيبقى عامل زي ما نكون رشينا مية على مراية، أو كأن في بخار كثيف غطى الإزاز كله. الصورة بتبدأ تتهز، الملامح بتدخل في بعضها، وبتحسي فجأة إنك ماشية في ضباب ملوش آخر. تخيلي كأنك ماشية في طريق طويل وإنتي عارفة إنك ماشية صح، بس فجأة الضباب ده يخليكي مش شايفة كف إيدك. نبتون هنا بيلعب لعبة الاستغماية مع هويتك المهنية، بيبدأ يدوب الحدود الفاصلة بين مين إنتي بجد وبين الناس شايفاكي إزاي. الضباب ده مش بس بيخليكي تايهة، لأ، ده كمان بيخلي الناس اللي بتتفرج عليكي من بره تشوف خيالات. يعني ممكن تكوني ماشية بمنتهى الثبات والصدق، بس هم يشوفوا حركتك مهزوزة، أو يفسروا سكوتك إنه غموض، أو يفتكروا طيبتك دي ضعف أو عدم قدرة على الإدارة. الخطر هنا إنك في وسط الضباب ده ممكن تبدأي تشكي في نفسك، تقولي هو أنا فعلاً ضايعة؟ هو أنا فعلاً مش كفء؟ والحقيقة إن نبتون مش جاي يضيعك، هو جاي يخليكي تتخلي عن الصورة الناشفة والجامدة اللي كنتي حابسة نفسك فيها. هو عايز يغلوش على المنظر الخارجي عشان يبرز الجوهر الداخلي. عارفين زي الفلاتر اللي بتموه الخلفية عشان تركز على الشخص؟ نبتون بيعمل كده في حياتك المهنية، بيموه كل الشكليات عشان يخليكي تدوري على الروح اللي جوه شغلك. في المرحلة دي لو اعتمدتي على المنطق والورقة والقلم بس، هتخبطي في الحيطان. نبتون في البيت العاشر بيقولك غمضي عينيكي وشوفي بقلبك. لو حسيتي إن الطريق ده فيه نور روحي، كملي فيه حتى لو الضباب مغطيه، أو طاقة سلبية ابعدي فوراً حتى لو كل الناس بتقولك ده طريق النجاح. انتي دلوقتي في مرحلة إعادة صياغة لكيانك قدام المجتمع، والمرحلة دي محتاجة منك صبر وطول بال، لأن المراية مش هتفضل مشبرة طول العمر، هي بس بتنضف عشان تظهر صورتك الحقيقية اللي مفيش فيها تزييف. نبتون ده كوكب الأحلام والروحانيات، بس كمان كوكب الأوهام والغموض. أول حاجة هتحسي بيها هي إن رؤية الناس ليكي ما بقتش واضحة. ممكن تكون إنسان دغري جدا وصريح لأبعد حد، ومع ذلك تلاقي الناس بتقول عنك كلام غريب، أو رسمين لك صورة في خيالهم بعيدة كل البعد عن حقيقتك. ده اللي بنسميه إسقاطات نبتون. الناس بتبدأ تسقط أوهامها ومخاوفها وحكاياتها عليك، وساعتها ممكن تحس بظلم أو تحس إنك مش متشاف صح. نصيحتي ليكي هنا يا سرطان، بلاش تاخد الموضوع ده بشكل شخصي خالص، دي مش مشكلتك انتي، دي مشكلة العدسة اللي هم شايفينك بيها تحت تأثير نبتون. وفوق كل ده ممكن تحسي إن شغلك بقى غير مرئي، بتشتغلي وتتعبي وتسهري وفي الآخر التقدير يروح لحد تاني، أو كأن مفيش حد واخد باله أصلاً من مجهودك الجبار. ده شعور رخم جداً أنا عارفة، بس نبتون هنا مش عايز يضايقك، هو عايز يعلمك إنك تشتغلي عشان قيمة العمل نفسه، مش عشان الشو أو البرستيج. نبتون هنا في المنطقة دي بيطلب منك تدمجي حدسك وروحك في شغلك اليومي. دي فترة مذهلة جداً عشان تخلي بوصلتك الداخلية هي اللي تقودك. يعني لو قلبك قالك إن المشروع ده مش تمام، حتى لو الأرقام بتقول إنه هيكسب ملايين، اسمعي كلام قلبك. حدسك في الوقت ده هيكون أقوى بمراحل من أي منطق بشري، ودي نعمة كبيرة جداً لو عرفتي تستخدميها صح. ومش بس كده، نبتون ممكن يخلي بيئة العمل نفسها تتغير. هتلاقي نفسك بتميلي
ميلي أكتر للمهن اللي فيها مساعدة للناس أو المهن اللي ليها علاقة بالصحة النفسية، الشفاء، أو حتى الفن والإبداع. الإيمان والروحانيات ممكن يبقوا جزء أساسي في روتينك. ممكن تلاقي مواضيع زي الطاقة، التوعية النفسية بقت هي اللي بتشدك في شغلك. لكن خلي بالك، نبتون ليه جانب مخادع شوية، فممكن تظهري في بيئة عمل فيها غموض أو تلاقي نفسك بتتعاملي مع ناس مش صريحين أو مخادعين. التحدي الكبير هنا هو الحدود. برج السرطان أصلاً بيحب يحتوي الكل، ومع نبتون في البيت العاشر ممكن تلاقي نفسك بقيتي مدمنة شغل لدرجة إنك بتضيعي حياتك وصحتك عشان تثبتي وجودك في وسط الضباب ده. أرجوكي ما تسمحيش لده إنه يحصل، ما تخليش الشغل يهرسك. نبتون ممكن يخليكي تفقدي الاتجاه وتبقي مش عارفة أنت عايزة توصلي لإيه بالظبط، وده بيعمل حالة من القلق والتوتر. هنا بقى بيجي دور زحل اللي موجود في بيتك العاشر برضو لحد 2028. زحل ده هو المعلم الصارم، هو اللي هيقولك تعالي يا سرطان، نبتون هيخليكي تحلمي وأنا هخليكي تبني. زحل هيديكي الهيكل والنظام اللي محتاجاهم عشان خيالات نبتون ما تضيعكيش. عايزة أقول لكل طالع سرطان إن ده ترانزيت أو عبور كوكبي مهم جدا في حياتك. مستقبلك المهني وصورتك قدام الناس بيتفرمطوا من جديد. المهن اللي كنتي فاكراها هي حلم حياتك ممكن تدوب وتختفي، ويطلع مكانها نداء مقدس لشغلانة تانية خالص، شغلانة فيها رحمة، فيها تعاطف، وفيها شفاء. ممكن تلاقي نفسك بتبعدي عن المناصب القيادية الناشفة وبتروحي للقيادة الهادية اللي بتأثر في القلوب قبل العقول. طيب نعمل إيه عشان نعدي الفترة دي وإحنا كسبانين؟ أولاً ثقي في حدسك المهني جداً وما تجاهليش أي نغزة في قلبك ناحية أي قرار. ثانياً حاولي تخلي شغلك ليه معنى، حاولي تساعدي غيرك لأن ده اللي هيخلي نبتون يرضى عنك ويفتح لك بيبان الرزق. ثالثاً ابني حدود واضحة مع مديرينك وزمايلك وما تسمحيش لحد إنه يحملك مسؤولية مش بتاعتك. وفي المقابل اوعي تقعي في فخ الإسقاطات، يعني لو حد قالك مقصرة وإنتي عارفة إنك عملتي اللي عليكي، قولي لنفسك ده وهم نبتون وما تتأثريش. واوعي تهملي صحتك النفسية عشان خاطر ترضي حد في الشغل. إنتي مش مطالبة تكوني منقذة للكل على حساب نفسك. في النهاية يا سرطان، نبتون في بيتك العاشر هو فرصة عشان تخلقي أسطورتك الخاصة. انتي مش مجرد موظفة أو صاحبة عمل، انتي روح بتقدم رسالة. الضباب اللي انتي شايفاه دلوقتي ده مش جاي عشان يضيعك، ده جاي عشان يخليكي تبطلي تشوفي بعينيكي وتبدأي تشوفي بقلبك. النجاح اللي جاي ده هيكون نجاح حقيقي ونابع من جوه، مش مجرد مسمى وظيفي على ورقة. خليكي فاكرة دايما إن نبتون هو كوكب السحر، فاستخدمي سحرك الخاص وطيبتك وحدسك عشان تنوري طريقك وطريق الناس اللي حواليكي. انتي عندك القدرة دلوقتي إنك تكوني منارة في وسط الضباب. ما تخافيش من الغموض، بالعكس استمتعي بالرحلة وخليكي واثقة إن ربنا بيقود خطاكي لمكان أجمل بكتير مما تتخيلي. أتمنى يكون الكلام ده طبطبة على قلوبكم وينور ليكم الطريق شوية. لو حاسين إنكم فعلاً بتمروا بالحالة دي، شاركوني في الكومنتات. إيه أكتر حاجة بتواجهوها في شغلكم دلوقتي؟ هل فعلاً حاسين إن الناس شايفاكم بصورة مختلفة؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان نفضل دايماً مع بعض. أشوفكم الفيديو الجاي، وبالتوفيق لكل أصحاب برج السرطان في طريقهم الجديد. سلام.